الخزي كل الخزي لمن عق والديه، والويل كل الويل لمن ماتا غضابا عليه. فأف لك ثم أف لك من أدرك والديه حيين ولم يطعهما ويفز بجنة رب العالمين. ويا سعادة ويا سعادة وهنيئا لمن أدرك والدين حيين وكان بار بهما مطيعا لهما يتقي الله ربي فيهما. فطوبى له ثم طوبى له، ويا سعادته ويا فوز الفائزين، فإن رضا الله رب العالمين في رضا الوالدين، وسخط الله رب العالمين في سخط الوالدين. نجلس اليوم مع سواعد الخير مع هؤلاء الأولاد الأفاضل الأماجد حتى يحدثوننا ويمتعوننا بالحديث عن بر الوالدين، هذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة، فيحدثون فنستمع وإياكم إليهم حتى يكونوا نماذج حية مشرقة بار بوالديه. فليتفضل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، وألفي صلاة وألفي سلام على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن طاعة الوالدين هي أقصى درجات الإحسان إليهما، فيدخل فيها جميع ما يجب من العناية والرعاية. وقد أكد الله جل وعلا الأمر بالإحسان إليه. أيها الأب الصالح، إذا تريد أن يبرك أبناؤك فبر والديك. إلى قرة عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صدق الله العلي العظيم. واعلم يا شيخ أن الوالدين إذا جعلك أميرا مدللا في صغرك فاجعلهم ملوكا في كبرك. الوالدين زهرتين تفوحان بالبر وتذبلان بالعقوق. شيخي، أحدثك عن سندي ألا وهو نصفي بل كلي، أبي العزيز. أبي، يا من كنت لي مصدر الأمان ومنبع الحنان، يا من كنت لي رفيقا وصديقا في كل زمان ومكان. حسنك لي أصلب من الجدران، إطلالتك علي لا تقدر بأغلى الأثمان. لولاك لافترستني الذئاب وأصبحت حياتي سراب. ربيتني على الإسلام والسلام ودفعتني دائما إلى الأمام. أبي بكل اعتزاز وافتخار، فأنت أحسن الآباء، من دونك لا معنى لي من البقاء. كلمة أبي تاج على رأسي إن حنى لها الغرباء. كيف لي أن أنسى من كان لي ظلا في الشمس. يا منان وموزع الأرزاق ويا خالق الأكوان، احفظ أبي من شياطين الإنس والجان. الوالدين هما أغلى ما نملك، فهم مصدر السعادة في الحياة، فمن غيرهم تكون الحياة مظلمة. فمن يحرصون على راحتنا وهم يقدمون لنا كل ما نريده في قمة سعادته، فهم عطاء لا ينفد وحب يتجدد. فالوالدين يرعون أطفالهم صغارا ويفرحون لهم عند تفوقهم ويدعون لهم بالتوفيق في كل مرحلة في حياتهم.
ليفرح بهم كبارا. وفي هذا المقال نقدم عبارات جميلة عن الوالدين. وأجمل ما قيل عن الوالدين: أبي هو من يعجز اللسان عن وصفه. ليست هناك في الحياة امرأة واحدة تهب كل حياتها وكل حنانها وكل حبها دون أن تسأل عن مقابل، ألا هي الأم. فيا رب أطل في عمرها تحت شعار الجنة في الأرض تجني ثمارها مدى العمر. ويا شيخنا نتطرق إلى قصة أويس لنتطرق إليها ولسماعها. فكان هنالك شاب يحب أمه ويبر إليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي به، حتى أنه قال للصحابة عنه فقال لهم: إن رأيتموه فاطلبوا منه أن يدعو لكم لأن دعواه مستجابة دائما يا شيخنا. ففي عهد الرسول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فتولى خليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ يبحث عنه مرارا وتكرارا. بعد وفاة أمي الشاب أتى إلى المدينة فالتقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب: يا أويس، أريد لك أن تدعو الله إلي، فقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أن كل دعواك مستجابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وهنا يوصي الله عز وجل الأبناء ببر والديهم، وخصص الأم نظرا لحملها وهي في أشد التعب، وأمرهم بشكرهم على كل ما فعلوه من أجلهم. قال الله تعالى: ولا تقل لهما أف. أن كلمة أف تعتبر عقوقا، وهذا يدل على مقام الوالدين عند الله عز وجل. تحسبه أمرا هينا وهو أمر عظيم. فالله على الوالدين: اطيعوا آبائكم في السراء والضراء، فالوالدان نعمة مهما ثمنتها فلن تعطيها قدرها. يواجه بعض الأهالي صعوبات في رحلة تربية أبنائهم، خصوصا في الحالة التي يتميز عليها الانفتاح التكنولوجي، فهم يرون العامل لما كما يرغبون، لأن الطفل ما هو إلا صورة مصغرة على والده أو والدته من حيث التصرفات الطباع تصرفاته. ومن أهم هذه الصفات التي تلفت انتباه الطفل بشكل منير، كما يقول المثل: دع والديك، فإذا فقدتهما فلن تجدهما أبدا، فإذا مات أخوك تجد أخوك الآخر، وإذا ماتت أختك فتجد أختك الأخرى، وإذا مات والديك فلن تجدهما أبدا. اللهم ارزقنا عيشا طارا ورزقا ضارا وعملا ضارا. اللهم ارزقنا الجنة وما يقربنا منها من قول أو عمل، وباعد بينها وبين النار وبينهم ما يقربها إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك الشاكرين لك المنيبين لك. اللهم واجعل أوسع رزق عند كبر سنها وانقطاع عمرها. اللهم اغفر لها جميع ما مضى ومن ذنوبها واصلها فيها بقاء من عمرها، وارزقها عملا ترضى به عنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الهدى، صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونكيد للدى.
صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى وهادات شعر وريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى وعدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدى وعدد حروف الكتاب الذي أتانا وكنا به نهتدى وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأداكم الله ودكما وأنعم عليكما وفتح الله عليكما فتوح العارفين. كخاتمة لهذا الموضوع أيها الأحباب، أود أن أتوجه لمن فقد الوالدين وهما الآن تحت الأرض ينتظران البعث والنشور. أيها الحبيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن العبد إذا وقف غدا بين يدي ربي وأدخله الجنة ورفعه إلى أعلى قال: رب أن لي هذا وعملي لا يوصلني إلى هذا المقام. فقال الله جل وعلا: إنه باستغفار ولدك لك. إذا أمات الله الأب والأم فليرفع العبد أكف الضراعة إلى ربه وليدعو لهما ابتداء، ثم ليتصدق عليهما إما مالا وإما دعاء وإما قرآنا، فيقرأ ما تيسر له من القرآن العظيم، ثم يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى ويقول: اللهم إني أهدي ثواب وأجر ما قرأت إلى روح أبي وإلى روح أمي، فإن الأجر والنور يلحق بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ليذكرهما وليعلي شأنهما ويذكر خصالهما